السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتماد عليك يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. دلوقتي بقى شايفين الجمال ده؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ جربوا الطريقة دي مش هتندمي. تحفة تحفة تحفة. شايفين الجمال؟ شايفين الرز عامل ازاي؟ شايفة الحلاوة والطعامة والجمال جاي منين؟ من ايديا، من ايديا انا. شايفين بقى؟ شايفين الحلاوة؟ احلى فرخة ولا لأ؟ دلوقتي انا جبت فرخة اهي، ودلوقتي حاولت ان انا افتح الجلد بتاعها من اللحم. يعني تحاولي ايه ان انت تفتحي الجلد من اللحم زي ما انا بعمل كده، زي ما انتوا شايفين كده. زي مثلا لما بتعملي الحمام كده وبتفتحيه، مثلا بتشيلي الجلد، بتحاولي تخلي الجلد من اللحم عشان تحشيه. دلوقتي انا جبت بصلة معاكم اهي، هفرم بصلة زي ما انتوا شايفين كده. تحاولي تنعميها على قد ما تقدري، بلاش تعملها بالمبشرة ولا بالكبة، خرطها بايدك احسن. الطعم والنكهة بيبقى احلى يعني. شايفين بقى انا بخرطها ازاي؟ ما تنسونوش في اللايك، هيديك الوان جميلة، هيديكم الوان مبهجة. وقبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتماد عليك يا رب. دلوقتي انا بخرط البصلة معاكم اهي، وهمسكها هدعكها بشوية ملح وشوية فلفل اسود، وانتوا هتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه. لو عملتوا الاكلة دي بصراحة ربنا جميلة جميلة جميلة، ولو عندك عزومة بقى وعملتيها حاجة تانية وطعم تاني. دلوقتي ده ملح وشوية فلفل اسود اهو، وهتمسكيها تدعكيها. لازم تدعكها بايدك، ما تقلبهاليش بمعلقة، بايدك زي ما انا بدعك كده، لان ايديكي دي بتنزل سكر كده وعسل. ومسكت الفرخة بقى دعكتها بالبصلة اللي انا مسكتها دعكت عملتها معاكم دي، دعكتها بملح وفلفل اسود. وهمسك الفرخة كلها اغلفها بيها من جوه ومن بره. يعني الفرخة ديت كانت حوالي 2 كيلو الا ربع. زي ما انتوا شايفينها كده، دي كانت حوالي 2 كيلو الا ربع. ولو كبيرة برضه هتنفع، لو اكبر من كده لو 3 كيلو حتى هتنفع. ودلوقتي جبت بقى المحشي الكرنب، مش محشي ورق عنب، ده كرنب. ودلوقتي بعبي بطن الفرخة دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده محشي كرنب. يا على جماله وعلى طعمه وعلى حلاوته. يا ريتكم تجربوا بنفس الطريقة، بس ما تملهاش عشان الرز بيزيد والمحشي بيزيد. ما تكبسهاش قوي. يعني الفرخة لما تحشيها محشي زي ما انا حشيتها بالمحشي كده، اوعي تكبسيها ولا تملاها قوي. لازم تسيبي لها شوية كده فاضيين. ودلوقتي حطيت ما بين الوراك واللحم زي ما انتوا شايفين كده تحت الجلد، وتحاولي انك تقفليها. ايوه تحاولي انك تقفليها. هتجيبي رجل كده ورجل عكسها زي ما انتوا شايفين كده، وهسدها بقى بايه؟ بالقنصه. والناحيه التانية هحط الكبده. دلوقتي الميه غليت بتاعتها اهي، حطيت فيها طماطميه وبصلايه. شايفين اللون جميل ازاي؟ اهو الشوربه بتاعتها. ودلوقتي نزلت بالفرخه والرجول بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، وغطيها بقى وسيبها مع نفسها. ودي حلة المحشي اللي انا حشيتها اهو. بعد الفرخة ما خدت غلوة كده قلبتها وحطيت لها الملح. شايفين بقى؟ شايفين بتغلي وجميلة ازاي؟ ما تتقلبيها على الناحيتين. شايفين جمال المحشي بقى وحلاوته ولونه؟ اه حطيت لها فلفل اسود وحطيت لها ملح بس فقط لا غير. ودلوقتي ده المحشي، جبت حتة زبدة كده ورحت حطها على الوش. طبعا انتوا شفتوا طريقة المحشي اكتر من مرة، فاحنا الفيديو بتاعنا النهاردة عن الفرخة المحشية، محشية محشي كرنب. الفيديو بتاعنا عن ايه؟ عن الفرخة اللي محشية محشي كرنب. بصراحة ربنا طعمه كان في حتة تانية، وطعم الفرخة نفسها كان في حتة تانية.
شايفين بقى الجمال؟ جبت كوبايه كده بتاعه القهوه بتاعتي، بقيت اخد شوربه واسقي المحشي. لما تسقي المحشي ما تسقيهوش قوي، لان المحشي بينزل ميه، عشان فيه خضره وبصل وطماطم والكرنب. اهو زي ما انتوا شايفين كده، غطيت الفرخه وهديت عليها. ودلوقتي ده ايه؟ عشان غطا الحله ما يبرقعش. انا كذا فيديو عملتها معاكم. ده زيت بحطه في الغطا، واروح ماسكه الغطا كله مغلفاه بالزيت ومغطياه زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي دي الخلطه بتاعت ايه اللي انا هعملها للفرخ. جبت طماطمايه بشرتها، ورحت نازله عليها بشويه فلفل اسود وشويه ملح وكم معلقه زيت، وحطيت عليها كاتشب. بصراحه ربنا كان طعمها تحفه. طعمها كانت بتتحمر كده وهي بتتسلق، كان طعمها جامد اول. كانت الريحه جايبه اخر الشارع، وهي بتتحمر بقى ريحه تانية. بصراحه ربنا حاجه تانية. الاولاد بقوا داخلين: انت عامله لنا ايه يا ماما؟ ايه الريحه الجميله دي يا ماما؟ قلت لهم مفاجاه. شايفين بقى؟ مسكتها غلفتها اهوت بالطماطم المبشوره، وادي المحشي بيغلي معاكم اهو. ههد عليه النار، هو كده بيغلى اهو. هغطيه بقى واروح مهديه النار عليه. حبيت ان اوريه لكم وهو بيغلي. شايفين بقى؟ فضيت المحشي الصابع بصبعه، مفيش رزايه بره. شايفين الصابع بصبعه ازاي؟ شايفين البخار والجمال والحلاوه؟ وادي الفرخه بقى. شايفين الفرخه حبايبي؟ تحفه 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 بصراحه ربنا، جميله. وكانت ريحتها تحفه وجايبه اخر الشارع. جربوه بس بنفس الطريقه بتاعته والحركات والتكات دي. جربوا الفرخه بالمحشي، بمحشي الكرنب زي ما انتم شايفين كده، حاجه تانية. اهو شايفين المحشي عامل ازاي ومستوي وجميل ازاي؟ اهي ده نص الفرخه اهو، وده النص التاني اهو. بصراحه ربنا كانت كل حاجه سخنه، ما كنتش عارفه امسكها، مسكتها بالعافيه. انا هجيب لكم صابع اهو من قلب الفرخه زي ما انتم شايفين كده. بصوا قطمت منه حته، وادي الرز اهو. شايفين الرز مستوي ومفرفر ازاي؟ مش معجن. اهم حاجه ما يبقاش معجن. سخنه، كل حاجه كانت سخنه والله العظيم. ما بقتش عارفه اعمل حاجه. انا قطعتها نصين بالعافيه. شايفين الفرخه مستويه وعامله زي الزبده ازاي؟ زبده. اهو صبع المحشي اهو، جبته من قلب الفرخ. انا اللي كنت باكل على فكره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.